للأسف لسه في عقول مريضة موجودة لحد دلوقتي وعايشين بينا عشان زوجة تروح ضحية لعنة الفراعنة. رفضت إن جوزها يذبح ابنها الرضيع، فنصب ليها جوزها كمين وذبحها هي عشان يفتح المقبرة. وده كان كلام الدجال مع جوزها محمد، واللي قال له اقتل حد من دمك والمقبرة هتتفتح معاك على طول. حقق حلمك وهتكسب فلوس كتير، هتكون تحت رجليك، وما تنساش النسبة بتاعتي. ده كان كلام الدجال لمحمد عشان يفتح مقبرة تحت بيته. والكلام ده بدأ يزغل عين محمد عشان يحقق حلمه في انه يبقى غني. فتعالوا معايا عشان نعرف اصل الحكاية، وزي كل مرة هنقول على الله حكايتنا. I will eat you. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. بداية القصة لما اتعرف محمد على دجال واوهمه الدجال ان بيته تحته كنز اثار. الدجال كلم محمد جوز الضحية وقال له عن الكنز اللي موجود تحت بيته. محمد خد الكلام ده من الدجال وعرضه على مراته وعرفها ان في حد من الخبراء بتوع فتح المقابر الاثريه قال له ان في كنز مدفون في البيت، وطلب من مراته انها تساعده في تنفيذ الخطه. مراته ما كانتش مقتنعه بالكلام وقالت له ان الراجل ده دجال وهينصب عليك عشان ياخد فلوسك وبعد كده هيهرب. وتمر ايام ويرجع محمد يعيد الكلام مع مراته عن ان في مقبره اثريه في البيت، لكن الجن بيطلب انه يذبح حد من اهل البيت عشان تفتح المقبره الاثريه. مراته بتتخانق معاه بعد ما طلب منها انه يذبح طفل رضيع من ولادهم، اصغر عيل عندهم، وقالت لجوزها انت اكيد اتجننت، حد عاقل يعمل كده في ابنه؟ انا هسيب لك البيت وامشي. وفعلا سابت البيت وخدت ولادها وراحت عند بيت اهلها. وبعد اسبوع كان يوم الحد بالظبط راح جوزها عشان يصلحها ويقنعها انه هترجع للبيت وانها ساعة شيطان وانه مش هيتكلم معاها تاني في فتح المقبرة. ويوم الاربع عمل جريمته. الغطا على اختي اتعدى الطعنات في رقبتها. من اللي موتها؟ محمد جابر قتلها. بابا ده موت الدنيا. قتلها كيف؟ الطعنة دي عشان خاطر ولادك. قتلها بطعنة 50 طعنة. ولما رجعت الزوجة للبيت اتفاجئت ان محمد جوزها كان ناصب ليها كمين وراح طاعنها بسلاح ابيض حوالي 50 طعنة وذبحها بحجة فتح المقبرة الاثرية. ولكن المفاجأة ان مفيش مقبرة ولا اي حاجة، وبقى قاتل ومتهم بقتل مراته وهرب. وفي اعترافات واقوال والدة المتهم محمد بتقول سمعت الخبط والرزع، طلعت على صوتهم لقيت مرات ابني جثة هامدة وقع على الارض، نقلتها بسرعة للمستشفى عشان احاول انقذها، ولكن محاولتها فشلت ومرات ابنها المسكينة كانت فرقت الحياة. تعويرة ولا فيها شيء يعني، خدش بسيط ولا حاجة يعني. دخلت يعني بشيل الغطا على اختي اتعدى الطعنات في رقبتها زي ذبح كده في بطنها. هو كان بيعمل ده كله بايه؟ بالسكينة يعني. ولقيت اصلا يعني هي الميتة بقى يعني ايه، مش من دلوقتي هم جايبينها، لا دي ميتة ممكن من 3-4 ساعات قبل. وقالت ام المجني عليها ان بنتها عندها 3 اطفال، اصغرهم عمره 2 شهر واكبرهم 5 سنين. ومحمد جوزها هو واحد من قرايبهم من العيله وهي تبقى بنت عمته. وقالت ان بنتها سابت البيت عشان كان في خلافات بينها وبين جوزها، لكن جوزها جه رضاها وخدها ورجعها لبيته. وبعد يومين اتفاجئنا انها اتقتلت على ايد جوزها. وبتحكي والدة المجني عليها ان حمات بنتها لما نقلتها المستشفى اقصى المركزي بالفيوم، وبتقول ان بنتها سقط عليها لوح ازاز وحاولت انها تهرب، لكن امن المستشفى اتحفظ عليها وبلغ الاجهزه الامنيه عشان تحقق معاها. وفي التحقيق بدات تعترف بكل حاجه وحكت تفاصيل الحادثه. عايزة تربي عيالها، عايزة تعيش بعد الضرب ده كله، بعد الهين دي كلها، هي عايزة تعيش، عايزة تربي عيالها. بالليل لما قال لها الكلام ده تمام، ناخد الواد الصغير ماشي هذبحه وكده يعني عشان الاثار والدنيا، خافت طلعت تجري في الشارع، خبطت على بيت والده وحدش طلع، ذبحها قدام اولادها. ابنها الصغير يعني يقول لك ايه يعني
بابا ده موت الدنيا موت الدنيا موت الدنيا. تمام. الصغير عنده 4 سنين بيتكلم يعني، بس عارف بيقول يعني ايه موت الدنيا بالسكينه. عيل صغير اللي هو ده اصلا لحد دلوقتي عيل صغير ما يعرفش حاجه، على طول يعيط يوم مفزوم. ووصل للي هو ثروت المحلاوي مدير امن الفيوم اختار من العميد محمد ثابت عطوه مأمور مركز شرطه قدصه بوصول اشاره من مستشفى قدصه المركزي بوصول جثه سيده مذبوحه، وان اسره جوزها بتقول ان لوح ازاز وقع عليها وهو اللي ذبحها، ولكن اتبين ان في شبهه جنائيه في وفاتها، وتم تشكيل فريق بحث جنائي عشان يكشف غموض الحادثه، وتبين ان جوزها اسمه محمد جابر عنده 33 سنه هو اللي ذبح مراته واسمها دنيا ابراهيم الغلبان وعندها 25 سنه. تليفون ابوها يرن، اديني البت. قلت له بنت مين؟ قال لي مراتي الدنيا. قلت له هاي خد يا دنيا اكلم جوزك. راحت واخدها قال لها لازم تيجي دلوقتي. كانت الساعة 10 نهار الحد. قالت له يا محمد ما انت قايل اقعدي الجو برد على العيال. قال لي اقعدي. قالت له لا. قال لها لا تيجي دلوقتي. مشيت بحباية البيت بقى كان في مصر. هي قالت ده راح يشتغل في مصر. شالت العيال الصغير على دراعها وجاز العيال التانيين ركبوا في التوك توك، والعيال الصغيره دي ودتهم ركبوا معاها لحد ما روحت. شوف مروحه من بيتنا الساعه 10 يوم الحد. يا دوب كسرت الاثنين والثلاث واللي معمول فيها معمول من الاربع ليله الاربع بالليل. ابوها في الغد زي ما انت شايفه راجل كبير زي كده، واللي كان قاعد جارك ده اخوها رنوا عليه قالوا له روح لاختك في المستشفى. قالوا دخلنا عليها من الضرب ولا بها حاجه. راحوا له المصيبه قدامه. ابوها راجل كبير واخواتها احنا ناس غلابه وطالبين اللي هم قالوا لك عليه. توصلت التحريات ان جوزها ذبحها عشان يقدمها قربان للجن عشان المقبره الاثريه الموجوده في بيته تفتح، بعد ما اقنعوا الدجال ان في مقبره اثريه في بيته وانه بدأ في الحفر في بيته من كام شهر، لما اوهموا حد من الدجالين انه يقدم ذبيحه لفتح المقبره. وضافت التحريات ان المتهم متجوز من المجني عليها من 6 سنين وعندهم 3 اطفال اصغرهم شهرين واكبرهم 5 سنين. واتنقلت قوة من الشرطة لمكان الجريمة بقرية دفنو بدايرة مركز الفيوم، واتعمل كردون امني حوالين البيت. وبعد الحادثة فر الزوج وهرب، لكن اتمكنت المباحث من انها تقبض عليه في مدينة 6 اكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقع وتحل النيابة العامة ومنها لمحكمة الجنايات. وحكمت محكمة الجنايات بالفيوم بإعدام قاتل مراته اللي كان هيقدمها قربان للجن عشان يفتح المقبرة الأثرية بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وديت كانت نهاية واحد من العقول المريضة بالثروات والآثار، وضاعت أسرة بالكامل بسبب غباء نفوس ضعيفة. وديت كانت حلقتنا عن جريمة قاتل مراته بسبب لعنة الفراعنة. يا رب الحلقة أكون قدمتها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم. شكرا.